السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. فاضل خلاص ايام ونجيلنا شهر رمضان، شهر البركة والاحسان. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، وربنا ينصر فلسطين يا رب، وشعب فلسطين واهل فلسطين يا رب، ينصرهم على من يعاديهم، وينصر كل المسلمين، امين اللهم امين يا رب. النهارده هنعمل لكم اكله كده قديمه قوي قوي من ايام الجدود وايام امي الله يرحمها، رحمه الله عليها وعلى امواتنا جميعا يا رب، اموات المسلمين. هنعمل الفول بالرز. في كتير يعرفوها وفي ناس ما يعرفوهاش، ما اعرفش بقى ان الكل عارفها ولا ايه. معانا كيلو رز حسب ما انت عايزه، ومعانا كيلو فول جبته وفصصته. لو هتعملوا نص هاتي نص فول، فصصته وغسلته. ومعانا بصلايه كبيره، قطعها تقطيع جوليان كبيرة رفيعة زي ما انت عايزة. معايا قطاية بشراها ومعلقة صلصة معاها، وحط عليها نص معلقة سكر. معايا نص معلقة توم ونص قرن فلفل كده حامي، ده حسب الرغبة بيدي طعم. معايا طبعا البهارات، معايا مرق الدجاج، معايا ملح حسب حدقك. معايا من كل حاجة نص معلقة. معايا نص معلقة فلفل، نص معلقة كزبرة، نص معلقة كمون، نص معلقة بابريكا. هنروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه، خليكم معايا. معانا هنا حطيت طبعا سمنة، معلقة كبيرة كده سمنة على زيت، ميكس كده بين الزيت والسمنة. عايزة تعملها بزيت خالص مفيش مشكلة، بس لازم يتحط، يعني مش عايزة، ما ينفعش سمنة بس، لازم زيت عشان يخليه بيلمع كده ويخليه مفلفل. اهو حطيته اهوت البصلة مع سمنة مع زيت. معاكي سمنة بلدي، معكيش اي سمنة عندك، سمنة مع زيت اهو. هنشوحها، وبعد ما نشوحها هنشوف هنعمل ايه. بصي يا حبيبي، هنا بعد ما البصلة احمرت كده نفس اللون ده كده، ما نحتاجهاش يا دوبك هي صفرة. حطيت نص معلقة الثوم ونص قرن فلفل، شوحهم كده مع بعض شوية كده. دوبك بقى مش هنحمر الثوم، نشم ريحته كده. هنحط الفول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، ونشوحه. نشوح فيه شويه كده لغايه ما يدبل، وبعد كده نزوده شويه ميه سخنه. وبعد ما هزوده شويه ميه سخنه هيغلي، اوطي عليه واسيبه يستوي نص سوا. خليكم معايا برضه، هوريكم كل خطوه. انا دلوقتي هشوحه شويه لغايه ما يدبل معايا كده في البصله. مع البصله اغلي شويه ميه كده يشربوا. بعد كده هضيف عليه القطايه المبشوره ومعلقه الصلصه، واعملهم في بعض، اشوحهم في بعض شويه. وبعد كده هزوده ميه مغليه، يجي كوبايتين كده، واسيبه يستوي نص سوا. ماشي، خليكم معايا. يا حبايبي، بعد ما قعدت اشوح فيه شويه دي 5 دقايق كده، ولقيته كده شكله كده دبل شويه اهو، مش يدبل قوي لا ينشف مننا، هو 5 دقايق بس تشويح. حطيت عليه القطايه المبشوره ومعلقه الصلصه بنص معلقه السكر اللي انا حطاها اهو. هسيبه يتسبك كده شويه. احط كمان البهارات اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده بقى احط الميه المغليه، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كده كوبايتين، ما نكترش عشان ايه لما نيجي نحط الرز ما يعجنش. نبقى نحط بعد ما نحط الرز نبقى نحط عيار الرز نغطيه زي الرز العادي. هو هيغلي بقى، سيبه يستوي شويه، هيغلي اهو، هوطي عليه ياخد نص سوا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بص يا حبايبي، هنا اهوت بعد ما سبته شويه، ما تاخروش عليه، لو يشرب الميه يشيط منه. انا زودت له ميه اهوت، وهحط الرز وكده في نص السوا. هنحط بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بندوق الحد، نشوف الحد اللي احنا عايزينه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هزوده شويه ميه كمان، شويه صغيره، ومش هزود عشان الفول طبعا بيبقى فيه نسبه ميه.
هو كده هندوق الحلق ونشوف الحلق عامل ايه. لو الحلق حلو خلاص، مش حلو هنكمل، هنزود ملح وهسيبه ياكل. هي طبعا زي الرز بالظبط، طريقه الرز السمك وطريقه الرز العادي وطريقه الرز بيتشرب شويه كده وبعدين نغطيه ونوطي عليه دوبك يفقفق يطلع فقفيق مننا كده. هو طريقه الرز هيغلي كده معانا شويه ويطلع شويه رغاوي كده من الغاليه، بنغطيه وبنوطي عليه ونسيبه زي عملي الرز العادي بالظبط او رز الصياديه. اهو بعد كده نغرفه لكم ونغرفه لكم شكله. بعد ما خلص اهوت عرفت اهوت حبه بحبتها اهي. بعد ما خلصته خالص وطفيت عليه، رحت حاطه عليه معلقه سمنه كبيره كده وحطيتها في الوش، سيحتها كده عشان بتدي طعم. جربوه، أكلة بنغير الأكل. وعملنا معاه بيض، في ناس بتحط البيض قبل ما تحط الرز، بتقوم مقشر البيض في قلب الشوربة بتاعة الفول، وتقوم تستوي كده وتقوم شايلاها وتقوم حاطة الرز وتركنها بقى وتبقى بداية مقفولة كده تاكليها كده. فأنا حبيتش أعملها تبرد، فأنا عملت بيض زي الكشري الأصفر، سلقته ودحرجته بالسمنة، عملنا نقوطة مخللة بتليق معاه. جربوا الوصفة وقولوا رأيكم ايه. بحبكم في الله وجزاكم الله كل خير. وما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.